وكان معاكم مزاد وهبه، ونقول ايه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا والله. انتوا عارفين طبعا ان انا تعبانة شوية، الحمد لله على كل حال. بس الحقيقة انا جاية بس طالعة اتكلم كده كلمتين، لان في فيديو متداول على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بصراحة نرفزني جدا. في بلوجر تمام فضحت ولادها طبعا. مش عارفه انتوا سمعتوا الكلام ده ولا لا. طلعت قالت ان ولادي عندها بنت وعندها ولد، لقيتهم على السرير مع بعض. تمام. فالموضوع بصراحه استفزني وقلت اما اطلع ارد طبعا عليها. ازاي ام تعمل كده في ولادها؟ ازاي تفضحهم؟ وحتى لو الموضوع حقيقي وعملوا كده، انت حضرتك كنت فين؟ حضرتك مش فاضيه يعني، انت بس عايزه تعملي فيديوهات وتجيبي ربح منها وخلاص، لكن مش فاضيه تخلي بالك من ولادك. وكانت فين التربيه من الاول؟ المفروض ان حضرتك يعني تخلي بالك من ولادك. تراقبي الولد هو عنده 19 سنه، معرفش البنت عندها قد ايه، بس هي مش صغيره يعني كبيره. المفروض السن ده يبقى فيه متابعه عليه باستمرار. تمام. صلواتك اكملتها ولا لا؟ تشوفي تقعدي معاهم تشوفي نفسيتهم عامله ازاي. حتى لو الموضوع صح زي ما انت قلتي كده، بدل ما انت تطلعي تفضحيهم على السوشيال ميديا تمام والناس كلها تتكلم عن الموضوع دوت، المفروض حضرتك كنت خدتيهم لدكتور نفساني وعرفتي ايه المشكله اللي عندهم وحلتيها. واذا المصيبه بقى ان هي قاعده بتتكلم الموضوع دوت وفتحته بقى وفضحت عيالها وجنبها اطفال صغيرين، يعني اطفال صغيرين بتشهدهم. فعلا ده حصل ولا لا؟ دي مصيبه سودا يعني، دي لوحدها مصيبه سودا. انك انت قاعده بتتكلمي، المفروض الاطفال الصغيره دول ما يعرفوش اي حاجه عن اللي بتحصل. انا مش عارفه بجد يعني والله اقول لك ايه. غير ربنا يهديكي ويصلح حالك والله العظيم بجد. لان انت كنت عماله تشاهدي الاطفال الصغيره، اخوك عمل كذا، اختك عملت كذا. ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت بدل ما تستوري على ولادك فضحتيهم، وفضحتيهم فضيحه يعني ما ينفعش. يعني ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. في ام بتعمل كده في ولادها؟ الام بتستر مش بتفضح، صح ولا لا؟ حتى لو انت متضايقه منهم في بعض الحاجات تمام، انت تقدري تدعي لهم بالهدايه، يعني ربنا يهديكم يا ولادي ويصلح حالكم. لكن ما ينفعش ان انت تفضحيهم وتفضحيهم والناس كلها تسمع كده بلاويكوا يعني ده يرضي ربنا؟ انا عايزه اقول لك كلمه واحده والله بجد، انا تعبانه مش قادره اتكلم كتير. ربنا يهديكي ويصلح حالك، مش هقدر اقول غير كده. ويا ريت مش كل حاجه الفلوس عندك، يا ريت تنتبهي لولادك شويه. لان هم اغلى من الفلوس واغلى من اي حاجه. قربي من ولادك وشوفي ايه اللي مزعلهم، نفسيتهم تعبانه من ايه، وابتدي عالجي. ما بلاش تفضحي، بلاش الكلام ده. ويا ريت تحذفي الفيديو اللي انت طالعه بتتكلمي فيه عن فضيحه وكده، لان ما ينفعش. تمام. ربنا يهديك ويصلح حالك.